بيشد عربيه سواق اوبر مع ان عربيته شغاله عادي. حاضر يا عم. والنهارده خليت سواق اوبر ده يتحكم في حياتي لمده 24 ساعه، وده واحد من 4 سواقين هيتحكموا في حياتي النهارده. انا هعيط بجد. هو خاطفني ولا ايه؟ احنا طلبنا اول اوبر دلوقتي جرجس. المهم جرجس هيختار لنا احنا هنفطر ايه، عشان احنا لسه في اول يوم لسه ما فطرناش. تسالوني السواقين ليهم ايه في الموضوع ده. هسال كل واحد تاخد تيبس 300 جنيه وتساعدنا في انك تتحكم في يومنا. بقول لك ايه، تاخد 300 جنيه وتساعدنا، المفروض تختار لنا هنفطر ايه. هتاخد 300 جنيه عن ده، تمام معاك؟ لا مش معيش، لا عطلتك او. وجينا نطلب اوبر تاني، وكل ما يجي لنا حد يكنسل علينا او يقول لنا اللي هو مش هينفع يعمل كده. وبعد حبه اخيرا جه سواق اوبر ووافق. يا باشا بتخبطني ليه يا باشا؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ كله حلو؟ ينفع استاذنك في حاجه؟ انا بدور على حد يختار لنا مكان نفطر فيه، وهتكسب معانا 300 جنيه عشان اتعابك يعني. ماشي؟ يلا بينا. سهله. يلا يلا بينا. يلا بينا يا جدعان اخيرا. ايه ده؟ انت عارفني اصلا؟ اه طبعا بجد والله عارفك. يا نهار ابيض يا جدعان. سبحان الله يا جدعان. قبل كده ركبت مع اوبر وتقريبا كنت بتدور تعمل مشهور، فاكر انت؟ ايوه. طب بقول لك ايه، انت هتودينا فين نفطر بقى؟ انا عايز على ذوقك وانا ما ينفعش اقول لك لا. هو ده التحدي. فاجئتني في حاجه زي كده. ما بالظبط هي دي الفكره. لو الفيديو ده جاب 10,000 لايكس، عشان برضو الراجل فاهم خلاص خلينا عالمي. لو جاب 10,000 لايكس هنعمل اللي انا بتحكم في حياه سواق اوبر ونشوف ايه اللي هيحصل. يعني وصلنا امير هيفطرنا دلوقتي، مش عارف هيفطرنا ايه. ماشي انا هسيب نفسي ليه، هو اللي هيطلب اللي هو عاوزه وانا اكله وربنا يستر. ماشي يا جدعان، طلبنا المحل كله عشان نجرب كل سندوتشاتهم. انا الصراحه متحمس عشان أنا دايما باكل بس الفول، بس امير اختار لنا كذا حاجه تانية مختلفه، فانا متحمس لبقيه السندوتشات دي. يلا بينا. ماشي انا هدوق البطاطس دلوقتي، كاتشب ومايونيز. الفول. لا يا جدعان عالمي. ده الفول بتاعك. ده الفول. لازم اشكر الشيف. فين الشيف؟ الاكل تحفه. الاكل تحفه والله حبيبي، تسلم ايدك والله. شكرا يا جدعان والله، تسلم ايديكم. جدعان طعميه كيري، انا الصراحه اكلت طعميه كيري من كام يوم ما عجبتني. يا رب دي تعجبك. جرب وشوف. لا كده المكان جنبنا، ممكن نزود تاني عادي. ما تعبناش. لا انا هروح اهزر الشيف اقول له انت ليه عملت الاكل حلو كده. عجبك؟ تحفه يعني. من كتر ما الاكل حلو انا عمال اكل. عمري ما فطرت كده في حياتي. كل السندوتشات دي لو هقيم هدي الفطار ان سواق الاوبر يتحكم في حياتي في الفطار هديله 10 من 10. لازم ياخد 300 جنيه. فانت كده كسبت والله. لا والله فانا بجد مبسوط جدا. هنطلب اوبر دلوقتي عشان هيودينا حته تانية. استنوا هتشوفوا هيعمل ايه معانا. ماشي يا جدعان دلوقتي ركبنا تاني اوبر. واسم حضرتك ايه؟ عامل ايه محمود؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ تعرف تختار لي هلبس ايه النهارده؟ طب يلا بينا يا جدعان. ماشي متحمس قوي الصراحه. بس بالنسبه للالوان انت لا بص انا هسيب لك نفسي. انا هسيب لك انت مثلا شكلي كده، انت شايف ايه الحلو عليا بس. يلا بينا يا جدعان. ماشي يا استاذ محمود، براحتك بقى عيش. الحته دي حتتك، احنا فاهم تحت امرك. ماشي يا جدعان، هم قالوا لنا ان احنا ما ينفعش نصور هنا، فاحنا هنحاول نصور من تحت لتحت. ماشي حلوه القمصان دي يا عم. حلو تمام. كاجوال لذيذ. هنشوف معاها بنطلون. بنطلون؟ يلا بينا. يا ازرق يا اسود. ماشي. ازرق. بنطلونات مقاس انا كام؟ 34. استنى اشوف كده. استاذ محمود انا بيقول هطلعه له واحد. استاذ محمود بيقول ان هو هيعرف مقاسي من غير ما يعرف مقاسي، من غير ما اقوله له. فانا هشوف ازاي فاهم. اعمل ايدي كده واحط ايدي في البنطلون كده كده. انا عرفت ده مقاسي بالنسبه للمقاس. كده. إحنا عرفت هنعمل بروب. ده مقاسي. ده مقاسي. ماشي. هنعمل هو بروب. عارف مقاسي على طول. خلاص جامد اوي. يلا بينا. جدعان الصراحه عجبني الصراحه. لذيذ عامه لذيذ. غير الكاب هيتشال. لا لا. لا طيب مش هو بيتحكم في حياتي، بس انا
ماشي يا جدعان، محمود مش معانا حاليا. انا الصراحه مش عاجبني قوي الطقم، بس اضطر عشان هو بيتحكم في حياتي. انا مش ستايلي كده، ممكن يكون هو ستايله كده ومش لايق عليا، انا شايف كده الصراحه. المهم محمود مش هنا دلوقتي، انا هحاسب وهنطلع نسال الناس يدوا الطقم كام من 10. فربنا يستر. ماشي يا جدعان، احنا كده لبسنا. السلام عليكم. تدي الطقم بتاعي كام من 10 بصراحه؟ 8.5 من 10. 8.5. حلو، هاخد ده. شكرا. ايوه محمود. ماشي. بقول لك ايه، قبل ما تكمل تدي الطقم ده كام من 10 بصراحه؟ 9 من 10. 9؟ ايه ده على طول؟ انت طب شوفه. طب انت ما اخدتش ثانيه بجد والله. على بقول لك ايه، مصطفى؟ لا مصطفى اسلم على يحيى مصطفى. ايوه. طب ما انت كنت بتلعب كوره في الرحاب؟ لا انا من زيه، انا اسف اصلا. طب ايه اللي جابك هنا؟ ده بعيد بالسفر. هو انا جاي خايف في بيتك. طب بقول لك ايه رايك في الطقم ده كام من 10؟ ممكن تسيبنا كام بجد مكالمة؟ والله. مش ده انا اول واحد يقول لي وحش. انا الصراحه معاه في الموضوع ده، بس مش عايز اقول قدام استاذ محمود. المهم بقول لكم ايه، الطقم ده حلو ولا كام من 10؟ حلو جامد. كام من 10؟ 10 من 10. بجد والله. ماشي يا جدعان، ده اللي استاذ محمود اختاره لي وده اللي حاط بيه اليوم كله، فشكرا استاذ محمود. فانت كسبت معانا يا استاذ محمود 300 جنيه بجد، شكرا وتعبناك معانا. ماشي يا جدعان، هنقيم دلوقتي. استاذ محمود مشي، قال لي استنيت لحد ما يمشي عشان الصراحه هدي تقييم قليل شويه، مش عايزه هو يزعل. فالتقييم بتاعي، انا اسف يا استاذ محمود، عارف انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي علشان هبعته لك 5 من 10. بص انا قلت لك اختار، انت ما غلطتش، بس ده مش ستايلي. يلا بينا هنطلب اوبر ونروح لتالت مكان. ماشي يا جدعان، احنا دلوقتي مع تالت سواق اوبر هيتحكم في حياتي. بص المفروض بقى اللي احنا عايزين نروح مكان ترفيهي مكان على ذوقي. على ذوقك انت بتتحكم في حياتي. ابسطك في المكان ده ان شاء الله. يعني انت عارف مكان. تمام. طب يلا بينا. ماشي ماشي يا جدعان، وصلنا. ومحمد انا مش عارف هو هيودينا فين الصراحه. هنا كده، ده جراج يا محمد. هو خاطفني ولا ايه؟ ماشي. هو المكان ده ايه ده؟ دي حقيقه يا محمد؟ لا ماشي. انا فهمت ان هنا في بينج بونج وبلياردو هنا. ماشي روش. هنلعب ايه، البلياردو؟ ماشي. يلا بينا. بتعرف تلعب يعني ولا ما بتعرفش؟ ماشي يلا بينا. انا عامه انا جامد موت، خلي بالك. ايه ده؟ انا جامد موت، خلي انا جامد. اوه انا عامه اول مره اكسرها وادخل حاجه. ماشي في اللذيذ. ماشي. هو كيكه احنا مش لازم نقول هنوقعها فين غير للسودا. انت عارف القوانين صح؟ ايوه. ايه ده؟ هو لعيب ولا ايه؟ ماشي يا محمد. ماشي. اوكي انا هخسر ولا ايه يا جدعان؟ اتفقناش على كده. يا ابن اللعيبه، امسكها يا عم. مش هلعب يا عم. ماشي يا محمد. انا مش عارف اللي هو بيلعب كده يا جدعان. انا كنت يعني بكسب كل اصحابي وفاكر ان انا اجمد واحد، فاهم؟ يلا بينا. تعرف بقى تلعب بينج؟ يا ربي بقى. يلا بينا. يلا بجد. ماشي 1-0. آه 1-1. ايه ده؟ انا كنت لسه بسقف على البتاع. لا ما حدش عارفني يا جدعان والله. 9-9. ماشي يا جدعان. لا انا لازم اكسب بقى. هو كسبني في البلياردو، انا لازم اكسب بجد. يلا. ما ينفعش اخسر يا جدعان. لو خسرت هوقف يوتيوب. يلا بينا. لو جبت النقطة دي يا جدعان هكسب، فربنا يستر. طب ما انت كسبت في البلياردو، ما تسيب لي دي يعني. ايوه كسبت. انا يعني هجيب لك مدرب يمرنك بينج بونج كويس. مش كده يعني. خلصنا بجد. اتبسطت يا محمد والله العظيم. مكان متهيألي ده اكتر مكان انا حبيته النهارده صراحه. هدي المكان ده يا جدعان 10 من 10، اكتر مكان اتبسطت فيه. ومحمد امسك بجد. لا انت عالمي اقسم بالله والله. لازم انت يعني انت تعبت معانا واخدنا من وقتك، ويعني لازم. ماشي اخويا والله. واتبسطت اللي انا بجد اتعرفت عليك. يلا يا جدعان على المكان اللي بعده. في سواق الاوبر الجاي هيتحكم في
حياتي بانه هيختار المكان اللي هنتغدى فيه. يلا بينا يا جدعان. رابع اوبر معانا كابتن احمد. كابتن احمد يا جدعان معانا، هو اللي هيختار لي انا هتغدى فين. هوديك مطعم يعني ما رحتوش قبل كده. انا ما رحتوش قبل كده. ماشي هوديك حلو قوي. هتجربه وهيعجبك جدا. الله اعلم بقى يعجبك ولا يا ربنا يستر. يلا بينا. ماشي. هو مفيش مطعم هنا غير لا في حواوشي الرفاعي. ماشي يعني مش هو صح؟ لا مش يبقى مهرجة ده هو مهرجان. ده هندي يا جدعان. انا عامة اول مرة ادوق اكل هندي في حياتي فربنا يستر. يا جدعان احنا بنطلب دلوقتي سألت الراجل اول سؤال سألته الراجل اللي هو ايه اكتر حاجة هندية ده. احنا في مطعم هندي قال لي كله هندي. جرب كده وجبتين ماشي. طب والعيش نجربه ايه اطعمه؟ هو يا جدعان هو فاهم اكتر مننا. في عيش مثلا بالزبده. يلا بينا. ده ايه ده؟ ده زبادي نعناع، ماشي. تمرين، فلفل سبايس، مانجا مخلله. مانجا مخللة؟ اه بجد والله؟ ماشي انا متحمس. انت متحمس؟ انا اكتر. يلا بينا يلا بينا. اصل انا افتكرت اطباق دي اكبر بس قشطة. هو قال نحط دي ايوه هنا صح؟ صح كده. ماشي بسم الله. ايه رايك؟ بسم الله. حلو قوي. عايز اجرب كمية المانجا التوابل. المخللة. احطها في دي؟ ايوه في الجبنة؟ حاجه بسيطه. لا حاجه بسيطه. ماشي. كده؟ ايوه كده. ايه ده بس ما فيش طعم المانجا. ما هي مخلله بقى. اه صح. صوص بس ها؟ ماشي. تعالى بقى. تعالى هتخانق مع المدير. هو فين المدير؟ انا مش عارف اقول لك ايه. الاكل تحفه ماشي. وانت هندي؟ لا لا عايز اقابل حد هندي. ممكن الشيف الهندي برضه كمان معانا. طب انا عايز اشكره بس بعدين يعني. حبيبي تحفه. سخنه سبايسي. لا هو حلوه. انا هعيط. انت عيطت قبل كده في مره اكلت فيها اكله حلوه قوي؟ لا اعيط ليه؟ يا رب الشيف تكون بنت عشان اتجوزها. لا خد لحمه بقى. هات الشكر خد لحمه. هي اللحمه دايبه اصلا. اللحظه اللي مستنيينها يا جدعان. خلاص كده. انا هعيط بجد يعني. لا والله متضايق ان انا الراجل هيجي يبوسك. ربنا يخليكوا لينا. طب انا لازم اتجوز واحده هنديه يا جدعان. لو الفيديو ده جاب 100,000 لايكس انا والراجل ده نروح الهند نحاول ندور على واحده نتجوزها عشان تطبخ لنا. هو الهنود بيعرفوا يطبخوا هندي يعني كده. طب ماشي. لو اكلها كده انا قبل يعني مش فارق معايا اي حاجه. اهم حاجه انها بتطبخ كده بس فاهم يعني. واحنا بناكل انت شفت ان ايه يا نهار ابيض. ايوه يا جدعان كده هعرف اكل بقى هندي بجد. عامة والله يا جدعان لذيذ موت. انا مبسوط قوي الصراحه. يلا بينا. حاسس أنا كده فاهم هدوق الاكل اكتر. هندي ايوه كده. هزز دي كده. ماشي يا جدعان احنا خلصنا الاكل. قالوا لي استنى ما تمشيش. في مفاجاه. جابوا لنا ايس كريم يا جدعان بالجوز الهند ويعني حاجه من عندهم. فانا بجد مبسوط قوي. اوه ايه ده. قرب كده. بصوا يا جدعان. لا انا عايز الشيف عايزه. لا انت عاوز تتجوز هندي. انا هتجوز هندي. انا هتجوز هندي. تعالوا نجرب ده مع ده. سخنه. انا بحب اي حاجه سخنه مع ساقعه بجد. جو هي البوله كبيره. خلاص مش عايز امشي. بس الساعه لوحده اصلا. ايه رايك؟ ايه رايك؟ دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي. ربنا يخليك ليا والله. اول مره اشوف النهارده. يا جدعان احنا كده خلصنا. شيف thank you so much شيف. والله the best food I've ever had. It's amazing. Welcome Maharaja. You're Indian? Yeah, I am Indian. Really? This is my first time. أول مرة والله it's I don't want, can I give you a hug? Thank you so much. Thank you.
I don't know what to say, but amazing. Food Indian food very fantastic food. Yeah. Of course. Amazing. Thank you so much. Really appreciate it. ماشي. قول لي كده تاني عشان الجدعان هو قال لي حاجة أنا ما فهمتهاش صراحة. اول حاجه ده جوز هند سكر نبات ده ينصر اوكي. دي عاده هنديه عندهم ده بيكون 3 ميكس مع بعض ويتمنوا امنيه يتمنوا أمنية؟ 3 قرش مع بعض 3 يعني المفروض أحطهم كده في بقى على طول. مع بعض ماشي واحد. أدعي؟ كل نفسها امنيه بقى أمنية عامة يعني هو حرام ولا؟ لا عادي اتمنى من ربنا. ربنا عارفنا. ماشي. رب يكون أحسن يجيب في الشرق الأوسط. 1 2 3. ده لسه في أطعمة بتطلع بعد. بس ممكن جرب يا أحمد. سو اكتر حاجه بسم الله. انا قلبته هندي يا عم عايز ارجعه تاني. ماشي يا جماعه ده اخر فيديو الصراحه اتبسطت جدا حبيبي يا ابو حميد هدي التجربه دي 20 من 10 ماشي ومن غير ابو حميد الصراحه ما كنتش عمري ما هاكل هندي في حياتي بس وامسك يا ابو حميد لا امسك والله لا ده لازم في الفيديو عشان انت هنداس دلوقتي يا ابو حميد هنداس امسك عشان انت يعني ضيعنا وقتك المفروض اللي انت شغال فيه وبتاع احنا فاهم فتجربه تحفه ماشي تجربه جميله والله وبالذات وجميله اكتر عشان هي معاك والله حبيبي ده اخر فيديو يا جماعه لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في الفيديو اللي جاي